باسمي واسم كافة الفعاليات الأمنية التابعة للمنطقة الإقليمية بالناظور، وتقدم لكم بعظيم الشكر وكبير الامتنان على تشريفكم وتواجدكم معنا اليوم لنتقاسم معا هذه الأجواء الاحتفالية والتي تخلد من الذكرى 68 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. سنة 1956 السادس عشر من شهر ماي تفضل صاحب الجلالة المغفور له محمد الخامس بطل جيش التحرير وفقيد العروبة والإسلام بوضع خاتمه الشريف على ظهير إحدى المديرية العامة للأمن الوطني كرمز من رموز السيادة الوطنية وصرح المؤسسات يحفظ النظام العام ويسهر على أمن المواطنين وممتلكاتهم، وهي المهام التي عرف مؤداها تطورا في عهد باني المغرب الحديث جلالة الملك جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، قبل أن تشهد هذه المؤسسة سموا وارتقاء في عملها وأهدافها خدمة للمواطن في عهد مولانا المنصور بالله جلالة الملك محمد السادس حفظه الله وأيده. إنما تعيشه المديرية العامة للأمن الوطني اليوم بمختلف تلاوينها من فرحة وسعادة تجد مناطها في عمق التضحيات الجسيمة التي تقوم بها خدمة للوطن والمواطنين. هي فرحة لتجديد ولائها وإخلاصها للعرش العلوي المجيد والانسجاما مع السياسة الرشيدة لصاحب الجلالة نصره الله. فقد عرفت سنة 2023 وصلت سياسة التحديث والارتقاء، حيث ذهب السيد المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراث الوطني على إيلاء الأهمية البالغة للبنيات والهياكل وضمان المواكبة الخدماتية والتوسع العمراني بالأخطاب الحضرية الجديدة ودعم البنيات الشرطية. كما وصلت المديرية العامة تعميم وحدات شرطة النجدة والاستثمار معقلا للمورد البشري واللوجستيكي مع تحسين وتجويد فضاءات الاستقبال وإحداث طرق جديدة لضمان الإحساس بالأمن على المستوى الوطني. وفي مجال الحكامة الأمنية وعصرنة المرفق العام الشرطي تتواصل أشغال تشييد المقر الجديد المديرية العامة للأمن الوطني إضافة إلى إحداث عدد من الهياكل الجديدة ببلادنا. وقد تميزت سنة 2023 بمواصلة تنفيذ مخطط العمل القاضي والاستفادة من خدمات البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية والاستجابة السريعة والآنية لطلبات المواطنين للحصول على الوثائق الإلكترونية وشواهد الإقامة بالنسبة للأجانب. كما يتواصل الفضاء الخدماتي الرقمي من خلال جيل جديد من الخدمات، وذلك بتنزيل ورش رقمنة المرفق الشرطي، وذلك بالشروع في تعميم شبكة الاتصالات اللاسلكية الموحدة الخاصة بمصالح الأمن الوطني، وهي شبكة عالية التأمين من الألياف البصرية. كما ساهمت المصالح التقنية للأمن الوطني في تطوير حلول معلوماتية لتمكين موظفي الشرطة من النهوض الأمثل بمهامهم، وذلك باستكمال عملية تعميم نظام العمليات الجسطة على دوائر الشرطة. كما جرى فعليا إدماج مجموعة من الخدمات الإضافية خصوصا ربط بالنظام المعلوماتي الجديد الخاص بتدبير قضايا الجنايات والجنح في إطار مخطط استراتيجي لاعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الشرطي. فقد شرعت المديرية العامة للأمن الوطني في العمل بمنظومة إلكترونية لاستغلال شبكات كاميرات المراقبة الحضرية والكاميرات المحمولة الخاصة بالأمن الوطني في القراءة الآلية للوحات ترقيم السيارات بالمحاور الطرقية الحضرية. وهي العملية التي بهذه المناسبة الغالية على قلوب نوجه تحية تقدير وامتنان للسيدين العاملين المركبات التي تشكل موضوع بلاغات بالسرقة. في مجال تسخير التكنولوجيا الحديثة للتواصل خدمة للمواطنين، قد شرعت مصالح الأمن الوطني في استغلال منصة التواصل الاجتماعي الفيسبوك في نشر وتعميم البلاغات الخاصة بالبحث عن الأطفال المختفين الذين يشكلون موضوع بحث لفائدة العائلة من خلال تطوير المنظومة المعلوماتية طفل مختفي المرتبطة بدوائر الشرطة على الصعيد الوطني وتسريع الأبحاث بشأن الأطفال المصرح باختفائهم. وفي مجال محاربة الجريمة وتدعيم الشعور بالأمن، قد تميزت السنة الماضية بتوطيد التكوين في مجال حقوق الإنسان لفائدة العاملين في مجال الشرطة القضائية وأماكن تحت حراسة، وتدعيم آليات وبنيات التكفل بنساء ضحايا العنف وحماية الأطفال القاصرين. وانخرطت المديرية العامة للأمن الوطني في ورش تكوين ممنهج موظفي العدالة الجنائية بالتعاون والتنسيق مع رئاسة النيابة العامة. كما وصلت المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2023 تنفيذ بنود الاستراتيجية الأمنية لمكافحة الجريمة برسم الفترة الممتدة بين سنتي 2022 و 2026 من خلال تقوية بنيات مكافحة الجريمة وتطوير مختبرات الشرطة العلمية والتقنية والاستخدام الممنهج لآليات الاستعلام الجنائي
والدعم التقني في مختلف الأبحاث الجنائية وترسيخ البعد الحقوقي في الوظيفة الشرطية، خصوصا في إجراءات الحراسة النظرية وتدبير المراقبة في أماكن الإيداع، فضلا عن التنسيق والتعاون مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مختلف القضايا بالغة التعقيد. وقد حققت هذه المقاربة المندمجة نتائج مهمة تمثلت في انخفاض الملحوظ في المظهر العام للجريمة واستمرار معدل الزجر ونسبة استجلاء حقيقة الجرائم اللي تناهز 95% في إجمالي القضايا والملفات المسجلة، وحوالي 92% في الجرائم العنيفة، وهي نسب ساهمت بالأساس تطوير آليات البحث الجنائي وتكريس الدور المحوري للشرطة العلمية والتقنية في الأبحاث المنجزة، فضلا عن التبليغ الفوري للضحايا والشهود عن الجرائم المرتكبة والتعاطي الجدي مع الوشايات الافتراضية والمحتويات المنشورة على وسائل التواصل الحديثة، وهو ما ساهم بشكل كبير في التقليص من مؤشرات جرائم الظل أو الجرائم غير المبلغ عنها، ومكن بالمقابل من زجر المتورطين في ارتكابها. وعلى خطى هذه الاستراتيجية سارعت هذه المنطقة الأمنية بجميع مكوناتها، وهو ما انعكس إيجابا على مؤداها العام، حيث عرفت الحصيلة خلال الفترة الممتدة من فتح ماي من السنة المنصرمة إلى فتح ماي من السنة الجارية تسجيل النتائج التالية: الموقوفون في حالة تلبس بجناية أو جنحة 27486 شخص، الأشخاص مبحوث عنهم الموقوفون 4331 شخص. بالنسبة للمحجوزات والعائدات الإجرامية 35 كيلوغرام و738 غرام مخدر الكوكايين، 229211 قرص مهلوس، طن و395 كيلوغرام و614 غرام مخدر الشيرة، 133 كيلوغرام و385 غرام مخدر الكيف مزوج الضباب، 4 كيلوغرامات و287 غرام من مخدر الهيروين، 15968 كينينة من المشروبات الكحولية، 428 مركبة بعضها في وضعية غير قانونية، 244 سلاح أبيض، 2438 هاتف نقال، 1401 نرجلة، كذلك 4 قوارب للصيد. هذا وقد جاء تفكيك عدها من الشبكات الإجرامية خاصة التي تنشط في الاتجار الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، الاتجار بالبشر، تنظيم الهجرة غير المشروعة، شبكات الاتجار الدولي في السيارات المسروقة والتزوير واستعماله، وشبكات النصب وغير الهجرة وغيرها من أنماط الجريمة المنظمة، وذلك بتنسيق وثيق مع المصالح الإقليمية والجهوية لمراقبة التراب الوطني. وعن مؤشرات السلامة المرورية فقد تمكنت مصالحنا من تحرير 10627 محضر بشأن مختلف المخالفات التي تم تسجيلها في حق مستعملي الطريق، واستخلاص 26431 غرامة صحية بلغت قيمتها المالية ما مجموعه 6,141,850 درهما، كما تم إيداع 2497 مركبة تتنوع ما بين سيارات ودراجات نارية وشاحنات بمحجز البلد. وفي سياق متصل وصلت مصالح الأمن تقوية شراكتها المؤسساتية مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية نارسا، والتي شملت تنفيذ مجموعة من البرامج الاستراتيجية في مجال التوعية والوقاية من حوادث السير، وتم إنجاز وتعميم صيغة محينة ومنقحة من دليل المراقبة الطرقية لفائدة أعوان وموظفي الشرطة لضمان التكوين الممنهج والتطبيق السليم لمقتضيات ذات الصلة بالسلامة المرورية. ومواكبة للأحداث الكبرى قد كانت فعاليات الأمنية التابعة لهذه المنطقة الإقليمية دائما في موقع الحدث من خلال تأمين التظاهرات الرياضية الثقافية والسياحية، ولعل أبرز الأحداث تأمين عملية مرحبا 2023 التي كانت لمصالحنا الأمنية على مستوى النقاط الحدودية دورا فعالا في مرورها على أحسن الظروف أو على أحسن ما يرام، إلى جانب باقي المتدخلين، حيث أمن دخول 241,631 مسافر أو عابر و64791 عربة. أما فيما يخص عودة المسافرين فقد أمنت عملية الخروج 233,995 مسافر أو عابر و61581 مركبة. هذا النجاح يمر عبر دراسات استباقية ميدانية وعمليات الاحتياجات الأمنية لكل تظاهرة على حدة، ولئن كانت هذه الاستحقاقات كافة الاستحقاقات التي تعرفها المصالح الأمنية تجد أساسها في موردها البشري، فإن التحفيز الوظيفي يعد آلية للحكامة الرشيدة، وذلك من خلال الاحتفاظ على منظومة التقية السنوية التي تستفيد منها فئة الموظفين التابعين لهذه المنطقة الأمنية. السيدين العاملين السادة الحضور،
لا شك أن تنويع وتقوية آلية التواصل الأمني أصبح مسعى مستساتيا لتوطيد الإحساس بالأمن ومواكبة عمل المصالح العملياتية للأمن وتسليط الضوء على الترتيبات الأمنية من خلال تنشيط عمل الخلية الإقليمية للتواصل.